حلقة جديدة من برنامجكم برنامج الجماهير. النهاردة أنا معاكم في استمرار للسلسلة المذهلة، السلسلة المتفردة الغير مسبوقة الغير موجودة في أي وسيلة إعلامية، السلسلة الخاصة بتحليل وتقييم وتوقع مدوي وغير مسبوق في أي وسيلة إعلامية للدوريات الكبرى الأوروبية. وطبعا نفس السلسلة موجود أو سلسلة مستمرة أيضا في التحليل وتقييم الدوري المصري للموسم السادس على التوالي. بإذن الله يكون الموسم القادم إن شاء الله. لو نتذكر كنا بدأنا من موسم 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20، وإن شاء الله بإذن الله انتظروا بإذن الله خلال الأسابيع الجاية إن شاء الله يبقى في يعني الموسم السادس على التوالي بإذن الله 2021 بإذن الله. وما ننساش إن شاء الله بإذن الله السلسلة المدوية الأخرى الخاصة بتحليل الميركاتو وتقييم وتوقع مدوي للميركاتو الصيفي للدوري المصري، وسلسلة أخرى بإذن الله الخاصة بتحليل الميركاتو للدوريات الأوروبية. يا جماعة احنا بنشتغل في 11 سلسلة، أنا وضحت الأمر ده كتير جدا قبل كده، 11 سلسلة، وإن شاء الله هوضحهم لكم بتفصيل بعد كده بإذن الله في إن شاء الله في الاميزنج ميديا باذن الله. هتبقى في زي حلقه خاصه كده صغيره تعريفيه ايه هم ال 11 سلسله اللي بنشتغل عليهم او نشتغل عليهم الفتره الجايه، واللي هم سلاسل موجوده اصلا ومستمره معانا، لكن هتبقى بشكل جديد زي ما اتفقنا في اميزنج ميديا باذن الله. وطبعا بدأناهم بثلاث سلاسل: الاخطبوط ومليارات مهدره واحداث متفرده. والنهارده احنا في سلسله اخرى طبعا خاصه بتحليل الدوريات، ما قبل الدوريات نفسها، تحليل وتقييم وتوقع مش تحليل فقط. تاني يعني هو طبعا يمكن الموسم ده مش قبل للأسف، لأن طبعا المواسم كانت متلاحمة جدا، كان الظروف غير طبيعية. السنة نفسها السنة الميلادية كانت مش على المستوى يعني الأمثل طبعا بموضوع الكورونا والموجة التانية موضوع الكوفيد يعني. ففي ظروف كتير جدا للأسف منعتني أطلع مع كمان التجديد اللي حصل بأميزنج ميديا، طبعا مجهود خرافي ربنا يعلم، فعشان أواكب كل ده مع بعضه طبعا شبه مستحيل. فبحاول ان انا اوازن الامور، فاضطريت ان انا اطلع لكم بعد حوالي 6 مباريات للدوري متوسط. في بعض الدوريات تلعب 3 مباريات، في دوريات تلعب 5، دوريات تلعب 6، لكن ان شاء الله باذن الله هيكون يعني برضو ان شاء الله انتظروا باذن الله هيكون على قدر التوقعات والامال اللي كانت طول ال5 سنين اللي فاتوا، والتقييمات ان شاء الله باذن الله والتوقعات هتكون على اعلى مستوى. طيب ابدا معاكم مباشره حلقه النهارده، وابدا معاكم احنا النهارده طبعا الدوريات الاوروبيه الكبرى، الدوري يعني مش هقول بالترتيب لكن عامه الدوري الفرنسي، الدوري الالماني، الدوري الاسباني، الدوري الايطالي، الدوري الانجليزي. هبدا معاكم بالدوري الاقوى والدوري يعني اقدر اقول الامتع والاجمل والاكبر تنافسيه والاكثر قوه، الدوري الانجليزي طبعا. وطبعا المتابعه بشكل كبير جدا 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 في مصر بسبب وجود طبعا محمد صلاح ومحمد النني، وكان احمد حجازي واللي انتقل او اتنقل انتقال من اغرب ما يمكن للاتحاد جده، وهو مش يعني متوقع بكل المقاييس، وده بتكلم عنه لما يعني في وقتها. وان شاء الله باذن الله باذن الله ان شاء الله انتظروا الموسم ده مفاجاه كبرى، لأول مرة تحليل وتقييم وتوقع للدوري السعودي بإذن الله. انتظروا مفاجأة كبرى بمعنى الكلمة، ويعني إن شاء الله برضو انتظروا مفاجآت أخرى قادمة بإذن الله، وحاجات كان يعني ما كناش بنتطرق ليها طول ال5 سنين اللي فاتوا، لكن إن شاء الله هتكون موجودة معنا الموسم ده بإذن الله. طيب، واتعشم يا رب يكون الموسم ده مختلف عن الموسم اللي فات في اللخبطه او نهايته النص الاخر من الموسم. واللي انا ذكرته اكيد تماما ان احد الاسباب الرئيسيه اللي خلتني ما طلعتش اتكلمت في كل الدوريات تقريبا عن تحليلات او تقييمات بعد رجوع من الموجه الاولى من الكوفيد. ذكرت واكدت ان الامور مش طبيعيه، ووضحت الامر ده بالتفصيل. في لخبطه كبيره جدا في قوائم الانديه، لاعبين رحلوا، لاعبين انتهت عقودهم، لاعبين ما كملوش الموسم نفسه استثنائي، كل الدنيا اعترفت بده. فانا هطلع اتكلم عن ايه؟ هطلع اتكلم عن موسم متلخبط، موسم يعني مش طبيعي مش مفهوم. هطلع اتكلم عن ايه رغم ان الحمد لله احمد ربنا واشكر فضله جزء كبير جدا 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 إن يعني لا يقل عن 80% من توقعاتي قبل الموسم صدقت تماما، وللدوري المصري اكتر من 90 95% من توقعاتي كلها صدقت كالعاده الحمد لله. الموسم الخامس على التوالي، وانتظروا مجموعه حلقات للدوري المصري كانت او البطولات المصريه كانت يعني بتثبت للموسم الخامس يعني ايه تفرد وسبق واعجازيه بمعنى الكلمه. طيب ارجع بقى معاكم لحلقه النهارده. اول دوري هبدا اتكلم عنه، وطبعا هحاول اختصر بقدر الامكان، لكن هيكون برضو اختصار مش مخل بالتقييم والتحليل الصحيح مع توقعات طبعا مدويه.
احنا بنتكلم يا جماعه والاسبوع السادس، واغلبيه الفرق لعبت 6 مباريات للدوري الانجليزي. فاضل فقط مباراه واحده، هي مباراه بيرنلي ومانشستر يونايتد. دي مباراه واحده مؤجله. وفي مباراه اخرى، مباراه مانشستر سيتي و او يعني مانشستر سيتي واستون فيلا. المباراتين دول مؤجلتين، او يعني في تأجيلات للأربع فرق. دول الوحيدين اللي لعبوا يعني فقط 5 مباريات، لكن الأربع فرق دول، لكن كل فرق لعبوا 6 مباريات. الترتيب لحد دلوقتي: ايفرتون المركز الأول 13 نقطة، ليفربول المركز الثاني 13 نقطة، استون فيلا 5 مباريات فقط 12 نقطة، يعني لو فاز مباراته يتصدر الترتيب. ليستر سيتي 6 مباريات 12 نقطة، توتنهام هوتسبير 6 مباريات 11 نقطة، ليدز يونايتد من 6 مباريات 11 نقطة، ساوثهامبتون من 6 مباريات 10 نقط، كريستال بالاس 10 نقط من 6 مباريات، ويلفرهامبتون المركز التاسع 10 مباريات 6 نقط، تشيلسي من 6 مباريات 9 نقط، أرسنال من 6 مباريات 9 نقط، ويست هام من 6 مباريات 8 نقاط. بعد كده مانشستر سيتي من 6 مباريات 8 نقاط، نيوكاسل يونايتد من 5 مباريات، انا اسف، لا، مانشستر سيتي من 5 مباريات، نيوكاسل من 6 مباريات 8 نقاط، مانشستر يونايتد من 5 مباريات 7 نقاط، برايتون مركز ال 16 من 6 مباريات 5 نقاط، ويست بروميتش البيون من 6 مباريات 3 نقاط. والثلاث فرق الاخرى تحت: بيرنلي 18 مركز 18 من 5 مباريات نقطة، وشيفيلد نقطة أيضا من 6 مباريات، وفولهام 6 نقط من نقطة واحدة من 6 مباريات. هقف عند الثنائي الأخير ده بالتحديد، لأن الحمد لله أحمد ربنا شكر فضله كان ليا توقعات مدوية بالنسبة لهم، هتكلم عنها سابقة طبعا. طيب، عامة باختصار جدا، الجدول ده اللي فيه مفاجأة كبيرة جدا من البداية، والمفاجأة دي على فكرة مستمرة في كل الدوريات، على فكرة الدوريات الكبرى. ده لاحظ ان الفرق المتوسطة، او الفرق اللي ما يسمى، او اللي انا بسميها حصريا الحمد لله بمصطلحات حصرية، فرق التنافسية او الفرق المنافسة او الفرق المتوسطة او فرق اللي هي ايه، يعني في انواع زي ما قلت: فرق المنافسة اللي هي الفرق المعتادة على المنافسة في البطولات، معتادة دائما حتى في اصعب الظروف، حتى في اصعب الامور بتنافس برضه. تمام. وارد انها تبقى في بعض السنين او بعض المواسم مش موجوده، لكن ده مش بيتكرر كتير، وصعب قوي قوي يتكرر موسمين متتاليين. دي فرق منافسه مستمره دايما. فرق التنافسيه هي اللي بتنافس، وارد ان هي تدخل في المربع الذهبي او تنافس فيه على البطولات بشكل عام، لكن ده ما بيستمرش كتير، ووارد جدا انها تقع موسم واثنين وثلاثه متتاليين، لكن ممكن ترجع موسم بعد كده. تمام، ذكرت الامر ده كتير جدا طبعا. والتركيبه بتختلف، تركيبه الفريق نفسها وجوده الفريق بتبقى مختلفه، فريق المنافسه عن الفريق التنافسيه. لكن وارد ان الجوده دي في وقت من الاوقات، في موسم من المواسم، الجوده دي تبقى بالشكل الامثل اللي تؤهل الفريق التنافسي انه يبقى فريق منافس، فيصبح فريق منافس لفتره معينه. وده حصل كتير جدا قبل كده. لكن بشكل عام كجودة فريق بشكل عام، وقوة وإمكانيات وبنية تحتية واستراتيجية وأمور كتير جدا، هو فريق بشكل عام تنافسي، بيحتاج وقت طويل عشان يصبح منافس دائم، زي ما حصل مع، لو نتذكر، مع مانشستر سيتي، زي ما حصل مع تشيلسي في الحقبة الأولى لما رجعوا أو لما اشترى رومان إبراموفيتش. عشان مثل بس بسيط. الفرق الوسط بقى اللي هي الفرق اللي بتبقى تحت الفرق المنافسة والفرق التنافسية. عشان ندي مثل بسيط في الدوري الإنجليزي، والفرق الوسط بتبقى صعبه وبتبقى متعبه في مبارياتها مع الفرق التنافسيه او الفرق المنافسه. لو ندي ملحوظات، مثلا لو بنتكلم في الدوري الانجليزي، الفرق المنافسه اصبحت تماما 6 فرق الفتره الاخيره: ليفربول، مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، تشيلسي، وارسنال، ومعاهم توتنهام. دي الفرق المنافسه. جميل، دي خلاص اصبحت دي ال6 فرق، البيك 6 حتى اسمهم كده. طيب، ليستر سيتي فريق تنافسي، ليستر سيتي فريق تنافسي، يدخل معاه ايفرتون فريق تنافسي. بس ايفرتون مش بيتواجد كتير زي ليستر، لكن بشكل عام ان هي درجات برضه. ما هو لما بقول فريق منافس، ما هو برضه ليه درجات. يعني البيك 6 دول معروف ان في حظوه ومكانه للفرق دي، يعني في فريق دائم دايما اقول ده اقوى فريق ممكن ينافس دايما، زي ليفربول مثلا في الفتره الاخيره، او زي مثلا مانشستر سيتي في الحقبه الاخيره. تمام. لكن لما اجي اقول مثلا توتنهام، هو فريق اتحط في البيك 6 لكن مش دائم المنافسه. تمام، برضه دي نقطه مهمه قوي. يعني برضه حتى في الليفل نفسه بيبقى فيه درجات في الليفل نفسه. انا وضحت الامر ده كتير جدا قبل كده، ودي من اساسيات التقييم يا جماعه. طيب، فنيجي نلاقي ان ليستر موجود معاه ايفرتون زي ما ذكرت في الفرق التنافسيه.
دول بشكل دائم، يعني دول دايما بنشوفهم تحت الفرق الايه المنافسه على طول، دايما نشوفهم في الفتره الاخيره بشكل كبير جدا. ممكن كل سنه ممكن يطلع فريق اتنين زي ولفرهامبتون الموسم اللي فات لو نتذكر، والموسم قبله نلاقي فريق مثلا زي آه، آه، مفاجأة شيفيلد اللي برضه حصلت الموسم اللي فات، اللي انا برضه اتكلمت عنه، وده بقى يعني مثل ساطع للي انا قلته. وهرجعكم برضه ده ان شاء الله باذن الله هيكون في ال الاخطبوط باذن الله. ازاي توقعت ان شيفيلد ده هيقع وان شيفيلد مش هيستمر في الطفره وانا وضحتها. والسبب الرئيسي في ده مالك النادي اللي انا اثنيت عليه جدا جدا جدا، واكدت ان هو فكر احترافي متميز جدا جدا، واداء مميز طبعا اللي هو الامير بن ساعد. لكن ذكرت واكدت ان انت بتعمل خطأ كبير جدا في ان انت بتستثمر 5 6 أندية في وقت واحد. وكان في خبر مهم جدا طلعت اتكلمت عنه في احد الحلقات الاحداث الاسبوعيه، واكدت ان ده خطأ فادح ان انت تستثمر في 5 6 أندية مره واحده، ويغريك نجاح شيفيلد اللي هو كان فريق واحد بس معاك، او اعتقد كان ليه فريق تاني اعتقد في استراليا او امريكا على ما اتذكر، ان هم فرقتين فقط اللي بيشرف عليهم واللي مركز معاهم. عشان كده نجحت الامور في الفرقتين وبتحديد شيفيلد طبعا. فانت بعد كده غرك ده وبدات تدخل على 6 7 فرق مره واحده، اكيد إن ده خطا فادح. واهو الايام بتثبت شيفيلد بعد 6 مباريات يا جماعه المركز الاخير، وانا برشحه يكون من اوائل الفرق للهبوط الموسم ده. ودي مفاجاه بقولها اهو من الاسبوع السادس زي ما عودتكم، وباكدها من بدايه الموسم. يمكن بس في نقطه مهمه قوي قلت في اول حلقه ان انا اتاخرت في تقييم والتحليل. ماشي انا معاكم جدا في ده، لكن احنا بنتكلم في الدوري الانجليزي يا جماعه 38 اسبوع، يعني الدوري المصري 34. فلما ابدا قبل بدايه الدوري او في الاسبوع الاول او الاسبوع الثاني يبقى تقريبا نفس الامر، لان ده 34 وده 38. فلما بتكلم بعد الاسبوع السادس يعني لسه متبقي 32 اسبوع كاملين، وبعض الفرق 33 اسبوع زي ما ذكرت الاربع فرق اللي لعبوا 5 مباريات فقط، ومنهم فريقي قمه يونايتد والسيتي. تمام. فالنقطة دي مهمة جدا، يعني برضو انا متأخر طبعا واكيد، وده خطأ مني، او زي ما قلت والله يعني عشان اواكب الامور، بالذات اني ببدأ النمط الجديد للبرنامج بالاميزنج ميديا ب 11 سلسلة، فالموضوع يعني رهيب بمعنى الكلمة. لكن الحمد لله انا بعمل كل اللي اقدر عليه، فاعذروني على التأخير، لكن يعني برضو تأخير مبرر. فزي ما بقول اهو كده من دلوقتي يا جماعة انتظروا هبوط الفرقتين دول، شيفيلد وفولهام. وفولهام نفس الامر، لما ذكرت واكدت ان فولهام ما بيتعلمش، فولهام عامل زي الفرق المصريه والفرق العربيه اللي بيتغير جلده كل موسم، كل ما بيطلع موسم يغير الفريق بشكل كامل بشكل خاطئ جدا جدا جدا. وده ما ينفعش في اوروبا، الانسجام مهم جدا جدا جدا. بينجح قوي قوي دايما في البريمير شيب دايما، ويطلع بشكل مميز، ودايما حتى بيتصدر البطوله وبيفوز بالبريمير شيب، حتى بيبقى هو اول فريق بيتاهل. اكتر من مره حصل الامر ده، نفاجئ الموسم اللي بعده على طول باداء باهت جدا جدا جدا، لخبطه الفريق على ما يلم نفسه ياخد له نص موسم بالكامل. والامر طبعا هناك مطحنه، ما فيش فريق يقدر يستحمل ان هو يبقى نص موسم كامل بشكل متخبط وبعدين يلم نفسه بسرعه، ده ما ينفعش في دوري زي الدوري الانجليزي. تمام. فانا باكد من دلوقتي تماما نفس الاخطاء هي الفولهام، نفس الاداره السيئه جدا، نفس اسلوب اقول ايه يعني التعاقد مع اللاعبين بشكل عشوائي بدون اي معايير صحيحه. شيفيلد اداره النادي هي السبب، اداره النادي اللي انشغلت عن الفريق، التدعيم ما كانش بشكل الامثل، الامور ما مشيتش بشكل صحيح. بدل ما تدعم 6 7 انديه او تشتري 6 7 انديه على مستوى العالم، وده خطا فادح. كان المفترض تفضل ورا التجربه 3 4 5 سنين زي ما عمل حتى رومان ابراموفيتش، وقف الفريق على رجليه، خلي الفريق يكون في مصاف الفرق اللي تتحط فيه خلاص مرتبه معينه. ارجع تاني كلمه استراتيجيه يا جماعه مهمه جدا جدا جدا. الاستراتيجيه الصحيحه ما تبقاش لمده موسم، بتبقى لفتره زمنيه 5 6 مواسم 10 مواسم. مثلا تشيلسي عمل كده في الحقبه الاولى ويوقف الفريق رومان ابراموفيتش، وبعد كده قلل الدعم المادي. لكن الفريق ما وقعش، لان الفريق بطبعه عنده قاعده مميزه، بنيه قويه، بتكلم كجوده قائمه. قلت، لكن بعد كده لما حب انه يزودها ويرجعها اللي كانت عليه ما كانش فيه صعوبه كبيره، ما قدرش يعمل زي ما عمل في الاول. انت كده بتهد مشروعك في شيفيلد، وكان الامر فيه تسارع كبير جدا جدا جدا، وذكرت الامر ده. وانتظروا شيفيلد متخبط جدا رغم اداؤه الرائع في المباراه اللي فاتت امام ليفربول يعني متراجع، مش هقول متراجع، اللي زي ما اكدت تماما وتوقعت. الحمد لله ورجعوا الحلقه المدويه اللي انا عملتها لليفربول، واكيد فيها التراجع الموسم اللي فات والموسم الحالي، وان الفريق هيبقى مش زي ابدا الموسم التاريخي اللي كان الموسم 18 19. وصدق كل حرف قلته، والتراجع ده انا توقعته تماما. طيب عموما
فالظاهره دي واضحه جدا جدا ان الفرق الوسط مش هقول لك فرق التنافسيه، لا الفرق الوسط مع الفرق التنافسيه، لكن الفرق الوسط هي المتصدره في الدوريات الكبرى دلوقتي، مع يمكن ما عدا الدوري الالماني لايبزيج فريق تنافسي مش فريق وسط، لكن مش الفرق المعتاده. هلاقي الفرق المعتاده مش موجوده في قمه الدوريات الخمسه. طيب لكن ده مش هيستمر، انا بوضح من دلوقتي يا جماعه. هو الامر ده بسبب اللخبطه، بسبب الضغط الشديد في المباريات الفتره اللي فاتت برجوع غالبيه الدوريات دي طبعا ما عدا الدوري الفرنسي، وده كان خطا، واكدته مليار مره ان ده هيأثر جدا على الموسم ده. طبعا ده زود حلاوه الموضوع ان فرق الوسط بدأت تطلع وتناطح بشكل قوي، لان في اجهاد شديد جدا على الفرق الكبيره، هو ده السبب يعني. وان في لخبطه حصلت في قوائم الفرق الكبيره، والناحيه الماديه قلت، ودي طبعا السطوه الاساسيه والسلاح الاساسي كان بيستعمله الفرق الكبرى والمنافسه في الدوريات الكبرى، ان هي بتعمل جاب بينها وبين الفرق التنافسيه والفرق الوسط. طبعا بتبعد بيه جدا جدا لما بتشتري افضل لاعبين باثمان كبيره جدا ما تقدرش عليها الفرق الاخرى، فده كان بيعمل مشاكل كبيره جدا جدا. لكن الامر ده قل قوي، نلاحظ ان الميركاتو هادي بشكل كبير، مفيش ما يسمى صفقات مدويه، مفيش صفقات اللي باثمان خرافيه، ده مش موجود. فالنقطه دي انا سعيد بيها جدا، لكن ما هو ده مش هيتكرر يا جماعه، مش هيتكرر. وانا اتوقع تماما ان موضوع الكوفيد انحصر ودخلنا نص الموسم هنشوف صفقات مدويه، ما يسمى صفقات، انا ما بحبش الكلمه دي بس انا بحاول ابسط الامر. هنشوف ما يسمى صفقات مدويه، وانا انتظر الكلام ده. لكن كورونا ان ما انحصرتش الموسم ده يبقى كله مش هنشوف الكلام ده، حتى في يناير هيبقى مجرد بس ميركاتو باهت. لكن اللي انا اتوقعه انه هيحصل ده، هيحصل فيها ميركاتو باهت مع بعض التعاقدات شويه اللي هتكون قويه شويه. لكن انتظروا الموسم القادم، تاني بكرر وبقولها من دلوقتي، انتظروا موسم 21 22 ماركاتو الصيفي، هنشوف فيه قنابل يعني ذريه بمعنى الكلمه، هنشوف فيه حاجات من اعجب الاعاجيب، هنشوف ده وانتظروا كلامي. انا يعني متوقع تماما هنعدي 300 مليون في الموسم القادم، متوقع تماما هنعدي 250 300 مليون، 250 300 مليون في تعاقد واحد. انتظروا الكلام ده يا جماعه. طيب نيجي بقى لمسألة كنت بتكلم على الدوري، تمام؟ الدوري الإنجليزي، هل عشان بس أبسط الأمر وأسرع يعني بأسرع يعني ما يمكن، ايفرتون، ليفربول، استون فيلا، ليستر سيتي، توتنهام، ده الخماسي الأساسي. الكلام ده مش هيستمر، الكلام ده على الأسبوع العاشر. الأسبوع العاشر ده توقعي. ايفرتون مش هيفضل في الصدارة. ليفربول الأمور هتتحسن. استون فيلا هينزل عن كده كتير. استون فيلا الموسم ده ما يفرقش كتير على فكرة، وده الغريب ان تقريبا نفس جودة الفريق اللي كان الموسم اللي فات اللي كان بيسعى الهبوط وفضل في آخر لحظة، وده من أعجب الأعاجيب يعني. لكن توقعي لا، الامور هتنزل هتنحدر، لكن من الفريق مش هيعاني زي الموسم اللي فات. الفريق هيكون في مرحله وسط. خلوا بالكم من لاعب رائع جدا 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 جدا، واحد من افضل اللاعبين في الدوري الانجليزي، الكلام ده مش بقوله من دلوقتي، قلته من الموسم اللي فات، جاك جريليش. اللاعب رائع بكل المقاييس، وانا مستغرب ازاي، طبعا بسبب الكورونا، لو ما كانش كورونا اللاعب ده ما كانش استمر في استون فيلا. القلب النابض للفريق هو قوه الفريق بمعنى الكلمه، 50% من قوه الفريق على اللاعب ده بكل المقاييس. تمام. ايفرتون تعاقدات ممتازه، انا اكيد تمام الموسم ده عمل تعاقدات، مش هقول ممتازه، اقول جيده جدا، مش عايز اقول ممتازه، مش تعاقدات تضاهي فريق يفوز بالبريمير ليج الا في ظروف غير طبيعيه زي ما حصل مع ليستر في 2015 2016. لكن تعاقدات ممكن تؤهله انه يدخل كفريق في البيك، يعني الفرق القمه الموسم ده، بتكلم عن الموسم ده فقط. لكن ان استمرت الاستراتيجيه بنفس الطريقه ودعم بنفس الشكل، ممكن جدا يدخل يبقى زي ليستر بشكل دايم، بدل بيك 6 هيبقى بيك 8. انا باكد ده تماما، دلوقتي في بيك 7 باستمرار ليستر الموسم الثاني على التوالي زي ما توقعت، باستمرار، لاني عملت روشيتا ليستر، هو ده اللي عمله ليستر. لو بنتكلم على روشيتات يا جماعه، لو بنتكلم على المعايير اللي تخلي فريق يوصل لمرحله ما، ادي ليستر مثل ساطع ليه اللي انا قلته وصدق تماما. تمام. فزي ما بقول، عشان بس نمسك فريق كده بسرعه جدا عشان نختصر الوقت، وطبعا مش هتكلم بتفاصيل قوي قوي لانه هيبقى تحليل وتقييم لكل فريق دي هتبقى فيها صعوبه كبيره جدا في الفتره الحاليه بالذات، فممكن ما اقدرش اعمل ده كنت بعمله بس في السنين الاولانيه لان ده كان في وقت افضل. دلوقتي ده صعب جدا، فهحاول اختصر بقدر الامكان. لكن بشكل عام الفرق البيك 6 هتكلم عنهم بشكل اكتر، مع طبعا ليستر سيتي وايفرتون، يعني بيك 8 في الدوري الانجليزي، وبقيه الفرق هتكلم بشكل مختصر جدا. تمام. ايفرتون زي ما قلت المتصدر، مش هيفضل متصدر من الاسبوع العاشر، انتظر ايفرتون هيكون في فرق يعني تحت البيج
6 يعني ممكن جدا ايفرتون يدخل فيه الست الاولاني. انا هقول الترتيب ان شاء الله في الاخر المتوقع طبعا. خامس رودريجيز طبعا ذكرت واكدت تماما على قد ايه اللاعب ده محتاج انه يلعب، محتاج انه ياخد فرصه. انتظروا اللاعب ده، كان ليه توقع مدوي بالنسبه لخامس رودريجيز من اول لحظه لما جه ريال مدريد، انه تعاقد رائع جدا جدا جدا، وانه هيفيد الفريق جدا. طبعا ما استغلوش بشكل امثل، بالذات اللي كان في حقبه الفاشل زيدان. وانا هنا بتكلم فاشل فنيا، زيدان مش مقنع يا جماعه، زيدان مش مقنع، قلتها مليار مره قبل كده وصدق كلامي تماما. الفريق عنده امكانيات، عنده قدرات، لكن فين اندري جوميز يا انشيلوتي؟ ولسه هاجي لانشيلوتي، لان انشيلوتي انا ما غيرتش كلامي نهائيا حتى مع الاداء اقدر اقول الجيد، اقدر اقول اللي بيرتقي لجيد جدا مع ايفرتون. لكن انشيلوتي ده تاني موسم ليه على فكره يا جماعه، وباكد انشيلوتي مش المدرب المميز ابدا ابدا، بالذات خارج ايطاليا. مش هيعمل كتير انشيلوتي مع قماشه مميزه من افضل الفرق اللي بيدربها في الفتره الاخيره، في الثلاث اربع سنين الاخيره هو ايفرتون. انشيلوتي ما كانش بيدرب الا الفرق الكبرى، ما بيدربش الا الفرق اللي عندها امكانيات قويه جدا شرائيه. ميلان، انتر ميلان، اسف ميلان، ريال مدريد، يمكن نابولي فقط اللي ما نجحش معاه. طبعا بايرن ميونخ، والثلاثه ما قدرش يعمل معاهم اي حاجه. تمام. لكن ومشي بشكل مش جيد وباداء برده مش جيد. فارجع اقول واكد انه مع ايفرتون الفريق فاده، لانه الموسم اللي فات كان موجود ما عملش كتير، وهو نفس الفريق نفسه بالظبط هو، لكن لما اضاف قدرات مميزه في الفريق بدات امكانيات الفريق تبان. يعني الفضل مش لانشيلوتي ابدا. فباكد ان الفريق ده يا جماعه لو استمر بنفس الاستراتيجيه وبتدعيمات جيده ويحافظ على الموجودين، تدعيمات مميزه يعني، ما بمدير فني مختلف، بمدير فني مختلف. انا برشح نونو سانتوس باريتو، مدير فني رائع، انا برشحه جدا لايفرتون، يرجع كره جميله لايفرتون. ايفرتون برضه بيلعب متحفظ باسلوب انشيلوتي. تمام. انتظروا جدا جدا زي ما قلت. انا سعيد جدا بدومينيك كالفرت لوين، اللاعب الانجليزي طبعا، انا سعيد بيه جدا. بالمناسبة يا جماعة، لوكاس ديني الحمد لله اللي كان ليه توقعات مدوية عن اللاعب ده لما كان في برشلونة، وبعدها لما اتنقل لروما واكدته اللاعب مميز جدا ويجب ان يستمر. شوفوا اداؤه الرائع مع الموسم الثاني على التوالي مع ايفرتون، اللي هو اقل، يعني مع احترامي، يعني اقل في الامكانيات واقل في التنافسيه. وده معدن اللاعب، لما ذكرت انه في اي مكان بيتالق، في اي مكان بيتالق، مش بيتالق جنب، لازم يكون جنبه لاعبين على اعلى مستوى ولاعبين رائعين، وهم اللي بيوصلوه، هم اللي بيصيطوه بالبلدي، ومدير فني مش عارف ايه وامكانيات رائعه. لا طبعا، اللاعب الرائع بيتالق في اي مكان، هو ده الفرق بجد. طبعا مش شرط انه يتالق في كل الاماكن، بس يتالق في غالبيتها. طب مش يعني، ممكن جدا يكون في ظروف اوكي خارجه عن اراده اللاعب، لكن او امور، يعني زي مثل بسيط جدا، ودي هجيلها مانشستر يونايتد. انا مستغرب جدا جدا من العقليه الغريبه اللي بقى اصبحت موجوده في اوروبا، ما كانتش موجوده في التقييم وفي التسرع الكبير جدا لما بيتكلموا عن دوني فان دي بيك انه تعاقد مش بالمستوى الامثل. دي هجيلها لما اجي مانشستر يونايتد، لان كلام غريب جدا. ودي هجيلها لما اجي مانشستر يونايتد، لان كلام غريب وكلام سفيه بكل معنى الكلمه. طيب. واثبت عكسه بالادله. لكن نيجي ايفرتون زي ما ذكرت، خدوا بالكم جدا يا جماعه من اللاعبين ذكرتهم يعني. وفي ان شاء الله في الفتره القادمه باذن الله هتكلم في تحليلات مهمه جدا ان شاء الله، يعني ممكن بعد الاسبوع الثامن باذن الله، بعد الاسبوع التاسع، وهذكر لكم اسماء لاعبين اخرين مهمين جدا، لان في لاعبين لسه جايين ما خدوش فرص، في لاعبين ما لعبوش بشكل امثل، لازم يبانوا في الملعب عشان اقدر ان انا احكم عليهم بشكل جيد. زي ما قلت، الحمد لله احمد ربنا واشكر فضله، انا كل اللي بحتاجه مباراه واحده فقط، مباراه واحده فقط، الحمد لله. عموما فانا جدا جدا مع لوكاس داني، الحمد لله بيثبت تماما اللي انا قلته. كمان جابريل سيدي بي اللي في الدفاع تعاقد جيد بكل المقاييس طبعا، لكن مش هو طبعا اللي كان في موناكو ابدا. جيفس رودريجيز بيعيد طبعا مسيرته زي ما ذكرته، اكيد تماما اللاعب ده محتاج فرصه، محتاج انه ياخد فرصه حقيقيه، يلعب بعيد عن ضغوط جماهيريه اوفر يعني. ضغوط جماهيريه دي مهمه جدا، لكن ما تكونش، او اساسيه طبيعي طبعا بالذات اللاعب المحترف، لكن ما تكونش بتضفي شيء سلبي. جيلفي سيجورتسون متراجع المستوى الموسم ده، مش هو طبعا مستواه الامثل اللي كان عليه قبل كده، وكان حتى في ايفرتون اول ما جه. فابيان ديلف بيأدي بشكل جيد زي ما ذكرت تماما، لما مشي من السيتي، واكدت ان اللاعب ده محتاج فرصه جيده. فيعني خدوا بالكم من اندري جوميز، لازم ياخد فرصه اكتر من كده، يرجع للمستوى اللي كان عليه الموسم اللي فات انشيلوتي. انت السبب الرئيسي في تراجع مستوى الموسم ده بعدم اعطاء الفرصه. عموما في كمان اللاعب جينك توسون، اللاعب ده خدوا بالكم منه، اللاعب التركي المهاجم. كمان تشارلسون بيواصل المستوى الرائع جدا في الموسم الحالي.
واحد من افضل المهاجمين حاليا في اوروبا. لاعب برازيلي طبعا، يعني بولاسي كمان فينه اللاعب الكونغولي مش واخد فرصه كافيه. انشيلوتي لاعب مميز ولاعب مهم ولاعب مميز جدا في وسط الملعب. توم ديفيس كمان. يعني لا، لاعبين مهمين انا بتكلم عنهم لازم ياخدوا فرصه كافيه ويكونوا موجودين بشكل كتير. الان في وسط ملعب عمل اداء جيد في ايفرتون، لكن الان متراجع يا جماعه. ده مش الان ابدا اللي كان في اول موسمين في زي جورجينيو بالظبط. سبحان الله، كان الاثنين لما فصلوا عن بعض تحس كده ان الاثنين تاهوا. جورجينيو مش بيأدي بشكل امثل في تشيلسي، نفس الكلام الان لما اتنقل لايفرتون. في علامات يعني تراجع مستوى واضح على الاثنين بكل مقاييس. رغم الاثنين كانوا اثنين من افضل مع بعض، كانوا اثنين من افضل لاعبي الدايره، بيكملوا بعض بشكل رائع جدا في الدوري الايطالي. وحتى رحيلهم كمان كان خطأ كبير من الاداره الفاشله تماما دي لورنس في نابولي. عموما ده بكل بساطه، بس عشان ابسط الامر، اللي منتظره من الفريق، المنتظر مش هيستمر طبعا في القمه نهائيا ولا، لكن ايفرتون انتظروا منه انه هيكون في البيج 6 كمراكز، مش بشكل دائم، لا كمراكز هيكون في الست الاوائل الموسم القادم، الموسم الحالي اسف. وهذكر بالتفصيل ان شاء الله في نهايه توقعاتي بالنسبه للمراكز في نهايه الحلقه. نسيت اقول انه محتاج الدفاع. الفريق عليه 9 اهداف يا انشيلوتي. الفريق محتاج قلب دفاع قوي، محتاج قلب دفاع مميز. يا ريمينا متراجع المستوى ده بسببك انت برضو، لانه لاعب مميز وعنده امكانيات افضل من كده. محتاج عنده كمان لاعب على فكره مميز في الدفاع، مايكل كين بيتكلموا عنه برضو، يعني لاعب امكانياته رائعه، او امكانياته جيده جدا بشكل يعني بشكل هيكون مساعد جدا للفريق. لكن الفريق محتاج جدا قلب دفاع. الفريق التاني بكره محتاج قلب دفاع في يناير على اعلى مستوى. طيب نيجي للفريق التاني بسرعه. ده بالنسبه لنادي ايفرتون. الفريق اللي بعد كده فريق تشيلسي. فريق تشيلسي طبعا تراجع مراكز وتراجع نقط وتراجع غريب ومش مبرر ومش مفهوم. انا ذكرت واكدت ان فرانك لامبارد يجب الاحتفاظ بيه، هيعمل تطور في الفريق. لازم على الاقل ياخد الموسم ده كله. انما الاداء فيه علامات استفهام يا فرانك لامبارد، لانه انت عندك افضل من كده. انا بقول انت كفرانك لامبارد مش تشيلسي. انت عندك افضل من كده. يجب تستغل الفريق بشكل احسن من كده. طبعا البطولة لسه في البداية والفرقة كلها عندها مشاكل بكل المقاييس يعني. انما تشيلسي عشان يجيب 9 نقط من 6 مباريات يعني كلام مش صحيح. يمكن يعني يعني بيشفع له ان النواحي الهجومية جيدة، 13 هدف جيد بكل المقاييس طبعا 13 هدف. لكن الدفاع عليه مشاكل كبيره جدا. وطبعا زي ما كان لنا توقع مدوي، الحمد لله احمد ربنا نشكر فضله، وان شاء الله انتظروا باذن الله في الاخطبوط. توقع اعجازي لما اكدت من اول لحظه ان كيب اريزابالاجا لا يصلح لتشيلسي، والمبلغ اللي دفع فيه ضخم جدا، وده وانتظروا برضه كمان هيكون في سياسه مليارات مهدره، حاجه و70 مليون، وواحد من اغلى الحراس في العالم واغلى حارس في الدوري الانجليزي. ذكرت ان كل الكلام ده شيء عجيب ومش مفهوم ومش طبيعي، وان لا يصلح تماما لتشيلسي ولا يصلح اصلا ليه ان يكون بالثمن ده. وصدق كل حرف قلته. تخيلوا يا جماعه ان في تقرير انه تم انهم تم قيد بيتر تشيك. من اغلب يعني شيء من اعجب الاعاجيب. بيتر تشيك اللي اعتزل فعليا واتنقل للاداره الفنيه، كان مع في منصب اداري في ارسنال، وبعد كده رجع تشيلسي منصب اداري. قيدوه في الفريق لانه عندهم اصابه ويلي كابايرو، عدم القناعه بويلي كابايرو، واصابه ادوارد ميندي اللي هو الحارس اللي جابوه عشان يحل محل، وهو قالها بوضوح فرانك لامبارد انه يحل محل كيبا اريزابالاجا. يعني قالها بوضوح يعني ده مش هيكون الحارس الاساسي بتاعي. الحارس الاساسي اللي هو جايب حاجه و70 مليون، الحارس 79 تقريبا، الحارس الاساسي هيكون ادوارد ميندي القادم من الدوري الفرنسي. فيعني هو حارس بكل مقاييس انا شايفه افضل بكل مقاييس من كيبا اريزابالاجا، لكن مش ما اتحطش في الفئه الاولى ابدا يعني مش هيرجع امجاد بيتر تشيك في الفتره الاولى طبعا، لانه صعب قوي 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 يا فرانك لامبارد ان ما كانش مستحيل ده يحصل. لكن هو بكل مقاييس افضل من اريزابالاجا. لكن اتسرعتوا جدا وجبتوه بالثمن ده، وده اللي ذكرته. ازاي معايير الشراء الصحيحه، ازاي ما ترميش فلوسك في الارض، ازاي تتأنى وتستنى على تعاقد وتشوف ان هو هيفيدك انت ولا لا، وان ده مش طفره في مستوى اللاعب ولا لا. ودي حاجه مهمه جدا ومش اي حد يقدر يعملها، بالذات في فتره زمنيه قليله. ان انت ما تقدرش تستنى سنتين ثلاثه عشان تتاكد ان ده مش طفره في مستوى اللاعب، وان ده مستواه الدايم وده مستواه الطبيعي، وان عنده القدرات وعنده الامور الاساسيه والمعايير الاساسيه اللي انا ذكرتها في ازاي تتعاقد مع لاعب لفريق قمه. ذكرت كتير جدا ان تعاقد لفريق قمه وفريق منافس حاجه، وتتعاقد او لاعب يتم التعاقد مع الفريق تنافسي حاجه، ولاعب يتم التعاقد مع الفريق وسط حاجه.
كل ليفل ليه متطلبات، كل ليفل ليه معايير في اللاعب لازم تكون موجوده. طيب ارجع تاني لنفس الآفة، نفس المشكله الاساسيه، غير طبعا حراسه المرمى. انا قلت ايه كابيرو حارس جيد ويجب انه ياخد فرصه، وانا مش فاهم ليه ال 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 عدم الصبر عليه. مش فاهم ليه في نوع من اقول ايه يعني، من التصريحات الغريبه انه هو لا يصلح وان هو مش بالمستوى الامثل. يا جماعه ده كل مره كان بيحرس عرين تشيلسي كان بيأدي بشكل مميز، بالقياس ان هو بعيد، بالقياس ان هو على دكه البودلة بقاله فتره طويله، بعيد عن حساسيه المباريات. منتظرين ايه من حارس ما بيلعبش اصلا؟ سبحان الله. نفس المشكله لما عملوها مع ادريان حارس ليفربول، انا ذكرت عنده امكانيات مميزه لكن ما بيلعبش. فلما يغلط، لما ينزل فجاه كده تنزله في مباراه دوري مع قرابه او فيها مشاكل، ويبدا ان هو مثلا يعمل هفوه او كلام من ده، هو اصلا ما بيلعبش. كل اللي بيلعبوا فقط مباريات الدار اذا كان دار خيريه مثلا، او مباريات وديه، او حتى مباريات في الاف اي كاب او ايا كان. ده لا يصلح تماما لحارس كبير ان هو يأهله او يخليه بالشكل الامثل ويطلع امكانياته. متحافظ جدا على قلب الدفاع، برضه ما زال في نفس المشكله. كيرت زوما الاعتماد عليه مثلا مع لاعب زي انطونيو روديجر. يعني انا مستغرب جدا، يعني من الهفوات الفادحه. ايه انطونيو روديجر بيعمل ايه عندك؟ حاجه غريبه جدا. فيعني انا مستغرب جدا جدا ان انت يعني انا مش لاقي رد بصراحه. يعني انطونيو روديجر يا جماعه يعني واحد من افشل المدافعين اللي شفتهم في الخمس سنين اللي فاتوا، والغريب انه ما بيلعبش في انديه قمه، سبحان الله. وفشل ذريع ان كان روما ولا حاليا تشيلسي، وقبلها كان في فرق اخرى مش متذكر. حاجه عجيبه يعني. اندرس كريستنسن متراجع المستوى بسبب كلاعب رائع، ويعتبر افضل قلب دفاع، ولما اثبتت الموسم اللي فات لما كان هو الاساسي وعمل اداء رائع جدا وضم المنتخب الدنمارك واصبح يعني اساسي في منتخب الدنمارك. انت سبب رئيسي يا فرانك لامبارد في هفوات الموسم ده، رغم ان انت مدرب واعد بكل المقاييس، وما زلت باكد انه مكسب كبير تشيلسي. لكن لازم ان انت ترجع لادائك في ديربي كاونتي، ارجع لادائك واسلوبك في ديربي كاونتي، سيبك من الافتكاسات. بالظبط عمل يعني شبه لي بايهاب جلال لما بدا بدايه مميزه وبدا يشتغل بشكل مميز، بعد كده اتغر، بدا يفتكس ويعمل حاجات غريبه جدا. ده ما ينفعش، ده لا يصلح. طيب فانت محتاج قلب دفاع في اسرع وقت ممكن. ايمرسون بالميري بيعمل ايه؟ انا مش قادر افهم. يعني ده بره المفروض. بنجا... انتوني ريدجر نفس الكلام، مش مستفيد. بيلعب زي بنجامين تشيلويل، لاعب مميز جدا، واحد من افضل الباكات الموجودين في الدوري الانجليزي، لازم يبقى موجود بشكل اكتر. تياجو سيلفا تعاقد من اعجب العجيب، انا ذكرت الامر ده واكدته تماما. انت جايبه تعمل بيه ايه؟ هي انا اسف اقول لفظ يعني المشرحه مش ناقصه قتله زي ما بيقولوا. يعني انت جايب لاعب اساسا هيجي عالة على الفريق، هي ناقصه حاجه مش ممكن يعني. عنده لاعب اللي هو فيكايو توموري نفس الكلام، المفروض يدوا فرصه اكتر. لاعب برضه ضمه يعني لاعب من الشباب، لكن لاعب واعد طبعا. انا متحافظ تماما على كورت زوما، متحافظ تماما على تياجو سيلفا، متحافظ على ايميرسون بالميري، انتوني روديجر. يا جماعه اربع مع عبد الرحمن بابا كمان، خمس لاعبين في دفاعك يا تشيلسي. ما هو ده سبب اللي انت فيه، سبب 9 اهداف في 6 مباريات، سبب الترهل الكبير في الاداء في من الناحيه الدفاعيه بالذات. الفريق محتاج شغل كتير، واضح انه ما قدرش يظبط الدنيا في ملف اللاعبين فرانك لامبرت. طيب نيجي لوسط الدفاع. آه، 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 يعني كريستيان بوليسيتش بيثبت يوم عن يوم كلامي وتوقعاتي المدويه لما ذكرت اللاعب ده واحد من افضل اللاعبين في الدوري الانجليزي. انتظروه، مهم جدا جدا، وهيعوض كتير قوي منطقه الاجنحه اللي ترهلت بشكل كبير قوي في الفتره الاخيره. وفعلا ثبت كلامي تماما. لكن محتاج ياخد دايما، محتاج يا فرانك لامبرد يكون موجود دايما. في الحكيم زياش شيء غريب جدا. يعني انت جايبه علشان تحطه على دكه البودلة؟ انا مش فاهم. لازم يكون موجود بشكل اكبر. كاي هافرتس ذكرت انه مش جوهره ولا يحزنون، لكن لاعب مميز بكل المقاييس، لكن مش تحطش ابدا في الفئه الاولى، ابدا الدايموند نهائيا. انا ممكن احطه في بدايات سوري في نهايات الفئه الاولى، في نهايات الفئه الاولى، لكن هو مش لاعب الفذ، مش اللاعب الخرافي، مش اللي يغير لوحده. مستحيل طبعا. لكن لاعب اوكي، لكن برضه لا يضاهي الثمن اللي دفع فيه، ودي برضه من هفوات الكتير في ملف التعاقدات. ماسون مونت كمان محتاج، او ماونت محتاج ياخد اكتر. ماتيو كوفازيتش قل مستوى كتير. نجولو كانتي قل مستوى كتير معاك، عكس ما كان في ال مع المدرب اللي هو
المدرب الايطالي ساري، لا اداؤه افضل هجوميا. يمكن هو رجع تاني لادائه الطبيعي اللي هو في منطقه الدايره بالذات. لكن انا شايف انه يطلع منه اكتر. لا، الفريق محتاج في وسط الملعب على فكره يا جماعه، محتاج لاعب تقيل، لاعب قوي تحت راس الحربه، ده مش موجود. التعاقد مع حكيم زياش جناح برضو، يعني انت ظبط الاجنحه بشكل كبير. كاي هافرتس اوكي، هو يمكن بيقوم بالدور ده، انه بيلعب تحت، يعني بيأدي الدور اللي كان بيعمله هازارد. لكن برضو انت ما زلت محتاج لاعب مميز، لاعب على اعلى مستوى، يعني نفس اللي عمله خامس رودريجيز في ايفرتون. انت محتاج لاعب بنفس الكيفيه تحت راس الحرب، ده محتاجه جدا 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 في اسرع وقت، وده فارق معاك قوي يا لامبرد. كمان الهجوم كالوم هودسون اودري، انا شايف جدا ان الاحتفاظ بيه كان مهم جدا، رغم ان هو مش بياخد فرصه كافيه. اوليفيه جيرو بره، انا مش شايف له اي لازمه نهائيا. تامي ابراهام كان ليه توقع خرافي لما اتقال اللاعب ده واحد هيبقى واحد من افضل المهاجمين في العالم، وافضل مهاجمين في اوروبا، وافضل مهاجمين في الدوري الانجليزي. قلت ده مش صحيح. لاعب امكانياته محدوده، صدق كل حرف قلته، كل حرف. تيمو فيرنر، انا باكد دلوقتي تيمو فيرنر رغم التعاقد ممتاز جدا، لكن متراجع المستوى، لانه ما فيش التخديم عليه، ما فيش الاداء السريع اللي كان متعود عليه في لايبزيج. الاداء اختلف، الامور اختلفت. اظبط له الدنيا. في نفس الوقت انت محتاج تحط له لاعب تحتيه يلعبه بشكل مميز زي ما ذكرت. يمكن مش قادر يقوم بالدور ده قوي كاي هافرتس، اللي بيميل اكتر للاجنحه. والمتى اجنحه ما عندكش مشكله فيها بكريستيان بوليزيتش وحكيم زياش. وحتى مع مونت بيلعب في الحته دي بشكل جيد. فانا شايف انت لازم قوي لاعب تحت راس حربه، قلب دفاع على اعلى مستوى في اسرع وقت، ما كانش اتنين، ان ما كانش اتنين. مهاجم اخر جنب تيمو فيرنر مهم جدا جدا جدا. وبره اوليفيه جيرو زي ما قلت، كالوم هاتسون اودري يبدا يلعب. المشكله ان هو جناح كمان، يعني انت عندك تخمه في الاجنحه، او مش هقول تخمه، بس الامور متظبطه جدا في الاجنحه، لكن محتاج قوي تحت راس الحرب. فيمكن هو التوزيع اللاعبين بشكل مش جيد. توقعي هقوله ان شاء الله في نهايه الحلقه زي ما ذكرت هيكون تشيلسي فين، لكن هو مش هيفوز بقولها من دلوقتي، مش هيفوز بالبريمير ليج. طيب نيجي للفريق الثالث، مانشستر سيتي. مانشستر سيتي توقعت تماما الانحدار اللي حاصل ده، واللخبطه اللي حاصله، والعك اللي حاصل. توقعته يا جماعه، مش النهارده، ما توقعتوش في بدايه الموسم، ما توقعتوش حتى في نهايه الموسم اللي فات اللي هو 2020 2019 2020. لا، انا توقعته من الموسم اللي قبل اللي فات، لما ذكرت ان اكبر مشكله واكبر آفة، بغض النظر عن اللخبطه اللي حاصله في ملف التعاقدات، يمكن مش كبيره، مش مؤثره قوي للدرجه ما توصلش الفريق اللي هو فيه دلوقتي، ومن قبلها اللي كان فيه الموسم اللي فات. هو المشكله من الموسم اللي فات يا جماعه، ويمكن من اللي قبله كمان، لكن بالتحديد الموسم اللي فات. تمام، ما توصلش ابدا الفريق لده. لكن الآفة والمشكله الاساسيه بيب جوارديولا. قلت كتير جدا بيب جوارديولا كفايه جدا جدا عليه من الموسم اللي فات. بيب جوارديولا اداء وامكانياته واسلوب لعبه لا يناسب ابدا السيتي في المرحله دي. خلاص انتهى الامر تماما. الفرقه كلها عرفت اسلوب لعبه وطريقته، مش متجدد. انتهى الامر تماما. خلاص المدرب بقى فكره مترحل، او جامد، مش هقول مترحل، جامد. وده ذكرته عن اكتر مدرب وصدق كل حرف قلته الحمد لله، زي مورينيو، زي ساري، زي انشيلوتي، زي حتى توماس توخل. وانا قلت ان ده مش شرط يكون دايم، انا بقول ممكن جدا يبقى في مرحله او حقبه. توماس توخل سيء جدا مع باريس سان جيرمان بشكل عام طبعا. تمام، بشكل عام في كل الامور. انا بقول بيب جوارديولا اكبر خطأ فادح، واللي هيعمل كوارث الموسم ده. كوارث دي في مانشستر سيتي معناها عدم الفوز بالبطولات. يعني ممكن جدا يطلع تاني، ممكن وارد زي الموسم اللي فات، او الموسم اللي فات. الموسم اللي فات مظبوط. فيعني وارد جدا يحصل ده، تمام. لكن انا بقول وارد يعني، رغم ان انا ما اتوقعهوش، تمام. لكن ده مش نجاح طبعا لمانشستر سيتي. مانشستر ايه يعني مركز تاني يعني ايه؟ تمام. فبكل بساطه المشكله الاولى هي اداره السيتي، بيب جوارديولا بره المفروض. عندك مشكله كبيره جدا في مساله ملف التعاقدات. في لخبطه، في عدم كده. انا اثنيت جدا في الثلاث اربع سنين اللي فاتوا على اسلوب العام، ان انت مش بتبيع لعيبتك المميزه، فريق مش محتاج يبيع، وبتدعم بشكل اللي هو يعني مقنن، بجيب اتنين تلاتة، بقوي، بزود، ممتاز. لكن تلاحظ ان في تخبط بدأ يحصل في الموسم اللي فات ده بالتحديد، والموسم الحالي بدأ يحصل التخبط ده، وزاد قوي الموسم ده. تمام، بدأت يخرج لاعبين بشكل انت ما استفدتش بيهم. لاعبين جبتهم بأتمان زي ما حصل مع ليروي ساني مثلا، ولاعبين اخرين. لاعب زي برناردو سيلفا. لا، وعلى فكره الاهدار هنا مش معناه انت تبيع وتشتري، او تبيع لاعب ما استفدتش بيه، او تشتري لاعب ما تستفادش بيه. لا، الاهدار ممكن يبقى لاعب عندك زي ما ذكرت كتير جدا قبل كده، ولاعب عندك ومش مستفاد بيه. لاعب عندك جاي على اعلى مستوى وانت قللت جدا مستواه. برناردو سيلفا ده برناردو سيلفا اللي كان واحد من احسن لاعبي اوروبا من موسمين ثلاثه.
حاجه يعني مش ممكن يعني. تمام. الكاي جندوجان ده الكاي جندوجان اللي جاي من دورتموند، اللي يا دوبك لعب لك موسم واحد بمستواه. حتى فرناندينيو المستوى يمكن عارف خلاص، هو يعني قعد فتره طويله جدا، لكن اللاعب نفسه هبط مستواه جدا من مواسم. ده رودري يا بيب جوارديولا. ده رودري مش ممكن، واحد من افضل لاعبي الدايره في العالم بكل المقاييس. حاجه مش ممكن يعني. فيل فودن الواحد اللي فعلا، اللي انا يمكن قلت من القلائل اللي اتقال عليهم ان هو لاعب ما يسمى جوهرة، وانا قلت ان فعلا لاعب يعني هو ما قلتش جوهرة بالمعنى، بس ممكن يصل لمرحلة انه يبقى لاعب مميز، يتحط في الفئة الأولى، مش دايموند، ممكن يوصل فئة أولى. لكن هل ده فيل فودن؟ لا طبعا. حتى في فران توريس اللي التعاقد المميز بكل المقاييس اللي انت جبته من فالنسيا المنهار، واللي لسه هيجيله ان شاء الله في الدوري الاسباني، ما خدش فرصه كافيه. رحيم ستيرلينج متراجع جدا مستواه الموسم ده، واحد من افضل لاعبي البريمير ليج في 5 6 مواسم متتاليه. ده رياض محرز اللي انت مش قادر تستفيد بيه بامكانياته، اللي كان في مكسر الدنيا في ليستر، الفريق المتوسط للغايه. لا 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 لا، مشاكل. حتى جابريل جيسوس، جابريل جيسوس مش خيسوس، هي مكتوبه خيسوس، لا هو جيسوس. جابريل جيسوس ازاي ده هو واحد من افضل لاعبي المهاجمين في العالم من 3 4 مواسم فاتوا، هو ده جابي جول. حاجه بجد غريبه. لا انا ده ممكن كان في تتابع الفريق متراجع جدا بسببك، بسبب اسلوبك، بسبب عدم قدرتك ان انت تطلع امكانيات من ده. ناثان اكي اللاعب اللي رجعوه الموسم ده، واللي انا كان ليه توقع مداوي لما اتكلمت وما كان في تشيلسي، قلت اللاعب ده انتظروا لاعب مميز جدا وما بياخدش فرصه، وجابوه وهو واحد من افضل اللاعبين الموسم اللي فات يمكن على مستوى اوروبا كاملا. الموسم ده متراجع جدا. لاعبين بيجوا في الدفاع زي جون ستونز مثلا، يمكن هو من قبل طبعا حقبه جوارديولا، لكن برضه اداؤه متراجع جدا. جوارديولا بقى له كذا موسم، بقى له 4 مواسم تقريبا. ايريك جارسيا اللي هو اتقال عليه ان هو هيكون واحد من افضل لاعبي اوروبا وجايب ثمن كبير جدا، نفس الكلام. بنجامين ماندي، امريك لابورتي، عد من هنا لبكره. روبن دياز طبعا البرتغالي المميز. فين مين ظهر من دول يا جماعه؟ ده بنتكلم في اسامي تقيله جدا 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 جدا، اسامي حاجه رائعه. بص لاعب زي جواو كانسيلو، واحد كان يعتبر افضل ظهير ايمن وايسر، بيلعب في الجانبين، تخيلوا لاعب خرافي. ده اللي في مانشستر سيتي يا جوارديولا، حاجه مش ممكن يعني. لا لا لا، بص تماما عمل عكس تماما. غريمه الرائع طبعا يورجن كلوب، اللي عليه هفوات، لكن لا يمكن تضاهي ابدا 1/10 من الهفوات بيب جوارديولا. انا ذكرتها من سنين مش من دلوقتي، ذكرتها والله وهو في برشلونه، وهو في برشلونه ذكرتها واكدتها في اواخر الحقبه بتاعته، اوائل لما مسك السيتي، وقلت انه مش هيكون على قدر التطلعات. كان توقع مداوي الحمد لله ليه. بكل المقاييس باكد، لا تنتظروا كتير في ظل وجود بيب جوارديولا. اكدتها تماما وما زلت باكدها. الفريق محتاج قبل ما اقول محتاج لاعبين، لا الفريق مش محتاج لاعبين يا جماعه خالص. الفريق عنده افضل لاعبين بكل المقاييس. محتاج تظبيط، محتاج استفاده بقدرات لاعبين. طبعا كيفن دي بروين حدث ولا حرج، ده توقع يعني، ده التوقع الاعجازي بالنسبه لي من سنين، لما كانت انتظروا اللاعب ده يكون واحد من افضل لاعبي العالم، مش لاعبي البريمير ليج فقط، وصدق كل حرف قلته. عموما وعلى فكره حاليا هو يعتبر 50% من قوه الفريق. ده يعتبر مش حاليا، من الموسم اللي فات واللي قبله كمان، حتى في وجود لاعبين اخرين كانوا مميزين في الوقت ده. طيب، محتاج يستفيد من امكانيات اللاعبين الرائعين اللي عنده، محتاج يظبط الفريق بشكل امثل، محتاج يعمل فكر مختلف ومتجدد. لا 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 لا، عنده مشاكل كبيره جدا. مشكله، واكدتها دي مره تانية وثالثه بقى كده، مشكله السيتي يا جماعه، وده اغرب حاجه، مشكله السيتي هو مدرب. تخيل مدرب، شيل مدرب عنده كل حاجه. عنده حارس مرمى من افضل الحراس موجودين في اوروبا، عنده دفاع جيد جدا جدا ما كانش ممتاز، عنده وسط ملعب ممتاز، عنده كل حاجه، عنده هجوم. اوكي، يمكن محتاج بس زياده مهاجم فقط يبقى جنب رحيم ستيرلينج، على جنب اسف جابريل جيسوس، على اساس رحيم يكون ورياض محرز لازم الاطراف يلتزموا بيها، ويدي فرص طبعا زي ما ذكرت اللاعبين المهمشين، ويرجع اللاعبين لامكانياتهم. سيرجيو اجويرو يمكن عشان اصاباته، فهو محتاج بس مهاجم جنب جابريل جيسوس فقط، فقط لا غير. طبعا مع رحيل لاعب زي عائله زي اللاعب اللي هو آه، لا لا سوري، لا لا، ما فيش حد يرحل من الهجوم. لا هو زي ما قلت، ما يرحلش حد، هو فقط يجيب جابريل جيسوس فقط. ده المطلوب، مش عايز اكتر من كده. يمكن انا متحافظ على فرناندينيو شويه، انه خلاص عفى عليه الزمن. ممكن يجيب كمان وسط دفاعي لاعب دايره مميز، لكن انت اصلا ما استفدتش بيهم. انت عندك رودري وعندك الكاي جاندوجان، اوكي، اصاباته بتاع، انت محتاج واحد زياده بس مش اكتر.
يعني هو كل احتياجاته فقط لاعب يجي في دايره مميز بامكانيات نجولو كانتي مثلا، ولاعب يجي في الهجوم جنب جابريل جيسوس. اتفرجوا على السيتي بتغيير جوارديولا، وده اساس القصه كلها. طيب، طبعا هقول تاني، باكد تاني، هقول المراكز ان شاء الله في نهايه الحلقه. نيجي الفريق اللي بعد كده، ارسنال. ومكمل معاكم فريق ارسنال ان شاء الله في الجزء القادم عشان ما اطولش، ده الجزء الاول. وان شاء الله هخلي الحلقات هتبقى يعني منفصله. طبعا انا بتكلم على الدوريات الخمسه، فهتكون 5 حلقات باذن الله، لان طبعا مستحيل ان طبعا ده يتعمل في حلقه واحده. وان شاء الله في الاخطبوط باذن الله انتظروا، هتكون اسف، في سلسله في اميزنج ميديا هتكون في سلسله باذن الله، هتكون مختصره جدا وبشكل مختصر. واللي عايز يرجع ويستزيد يرجع للحلقات الخاصه بالجماهير، قناه الجماهير، اللي هي ال5 حلقات دول هيبقوا مرجع معانا طول السنه باذن الله زي ما ذكرنا، مع حلقات اخرى ان شاء الله متجدده. فان شاء الله انتظروني في الجزء الثاني ونادي ارسنال، وحلقه تحليل وتقييم متوقع اعجازي ومدوي وغير مسبوق كالعاده، الموسم الخامس على التوالي، او السادس بقى، الموسم السادس على التوالي للدوريات ال5 الكبرى. ونبدا معاكم حلقه النهارده بالدوري الانجليزي.